اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخبر اللي معايا خبر حصري وإليكم التفاصيل. طفل سوري يتيم يحلم بلقاء كريستيانو رونالدو وتركي الشيخ يحقق أمنيته بكل مال لبراءة الأطفال من معنى. أعرب طفل سوري يتيم للإعلام الإماراتي منذر المسكي أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة بعد الزلزال المدمر عن أمنيته بمشاهدة اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو، مشددا على عشقه لنادي النصر السعودي. وما أن انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حتى جاء الرد من المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. فقد نشر آل الشيخ فيديو للصغير وهو يوضح خلاله أن والده متوفي وأنه يعيش مع والدته. وعلق المستشار على الفيديو قائلا: يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك، أنت ووالدتك معك، يا أهل الخير من يوصلني فيه. يشار إلى أن الفيديو لقى تفاعل كبير عقب زيارة الإعلام الإماراتي إلى سوريا ضمن حملة الإغاثة الإماراتية عقب الكارثة العفوية. تلك الكلمات التي خرجت من الطفل. وكان المسكي نشر المقطع قائلا: أبي ميت بس كلمة قالها طفل سوري بعفوية لكنها كسرت قلوبنا جميعا، مع قصة عشقه لنادي النصر السعودي وإمنيته للقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو. من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوما ويجبر الله خاطره. ويشار إلى أن الحصيلة الجديدة لعدد الضحايا التي حصدها الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا كانت قد ارتفعت أمس إلى 7328 في المناطق السورية، فيما بلغت إلى 36187 في تركيا. وهذا آخر ما توصلنا إليه من هذا الخبر. أرجو من حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب وأن تدعموني في القناة، وما تنسوش الاشتراك. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.